سلام الله على الجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو نهار اليوم. خدمت معكم لي فولوفون ميني بيتزا، وخدمت معكم كغاتا الشوفلور. تجي بزاف بنينه، ما تبانش باللي كغاتا الشوفلور سورتو اللي اطفالها ما يحبوش الشوفلور راح تستخدم لهم الوصفه هذه الكغاتا هذه، ما يحسوش كامل باللي شوفلور. انا ولادي ما يحبوش الشوفلور بصح في الكغاتا هذه ياكلوه. راح نروحوا طريقة التحضير. درت لي فولوفو مع عجينه المورقه اللي خدمتها معاكم من قبل، درت معاهم ميني بيتزا. راح نروحوا مباشره طريقه التحضير. هنا استخدمت البصله كيما تشوفوا، درت تحبيبه بصل كبيره ولا حبات بصل، نقبضهم نحمسهم، نديرهم في الزيت شويه، ندير لهم شويه زيت، نحمسهم شويه في المقله. هنا رحت خليتهم يطيبوا. هنا طيبت الشوفلور، طيبته على الماء ودرت له وريقه تاع الرند، ملح، فلفل اسود. وراح كيما راكم تشوفوا راح نديروا لي بوكي هكا صغار، ما نفتوش ولا نمعسو. شوفوا كيفاش راني نحي غير في هذوك العرق هذاك يجي عريض هذاك خشين، نحيته. ومن بعد فورت هذيك البطاطا، درت من تحت طيبت الشوفلور، ومن فوق حطيت البطاطا الطيب. عفوا، غليت الشوفلور في الماء وشويه تاع رند والملح، ومن فوق درت البطاطا، عفوا البطاطا فور. هنا خلطتهم مع بعض. لازم تدهنوا المول تاعكم، دهنوه بالمارغرين هكا باش ما يلصقش معاكم. هنا بعد ما حمست هذيك البصل شويه، نضيف كميه تاع الدجاج. انا بهذه الكميه تاع البصل والدجاج راح نقسمها ما بين الحشو، وندير نتاع الفولوفون، وندير ايضا معاها الكراطه تاع الشوفلور تاعي كيما راكم تشوفوا البنات. بهذه الكميه شفتوها صغيره، درت بها جوج اطباق، طبق تاع الشوفلور وطبق تاع لي فولوفون، وجاو بزاف هايلين. انا كيما راكم تشوفوا نحاول نفتح لهذيك الدجاج كامل، ما خليش كتل كبيره. راح ندير ملح وفلفل اسود. ايضا اللي عندكم توابل دجاج ولا توابل لحم تقدروا تضيفوهم. تقدروا ايضا تضيفوا شويه تاع الكركم، وتخلطوا جميع المكونات. انا سكنجبير كان خلص لي، سكنجبير خوال من الدجاج البنات. نخلط هذو المكونات كامل مع بعض حتى يطيبوا معايا مع التحريك، باش ما تقعدش هذاك الدجاج يقعد كتله واحده كما تعرفوا. البنات يعني طريقه بزاف سهله وبنين، يجي بنين بنين بنين. الطبق هذا من نتاع الشوفلور. ندير كميه مليحه نتاع الزيت، باسكو الدجاج هذاك راح يشرب شويه الزيت هكذا باش كيطيب معايا، موش راح ينشف. هنا كيما راكم تشوفوا جبت نص الكميه ولا اكثر من نص الكميه كيما راكم تشوفوا، واللي بقات راح نخليها ندير بها لي فولوفون. راح تشوفوا واش راح نزيد هذه الكميه تاع الدجاج اللي بقات. راح نزيد لها كريمه الجبن. هنا نروحوا اول حاجه نكملوا الكراطه تاعنا. درت حبات تاع البيض، 3 حبات تاع البيض على ما اظن، درت 3 حبات ولا 4 تاع البيض حسب الكميه تاع الشوفلور تاعكم، لا عاد كبيره لا عاد صغيره. شفتوا انا كميه كانت صغيره ماشي بزاف. درت شويه تاع المعدنوس، درت زوج مغارف تاع ياورت ناتور ولا كريمه طاجزه. انا مالك كريم فريش ما كانتش عندي. ودرت ايضا فرماج مبشور، وندير الملح، فلفل اسود كما راكم تشاهدوا البنات، شويه تاع الكركم. نخلط هذو المكونات مع بعض. فرماج درت غير مغرفه باسكو فيه درت فرماج مبشور، راح يجيكم بزاف هايل. هذا 3 مغارف تاع الحليب، حبيت نخفف هذه شويه، نخففها شويه هذه لاصوص هكا. نروح ندخل كامل هذاك البيض نخلطو كامل كيما راكم تشوفوا البنات. هناني مع وليدي كان يلعب ما بغاش يسكت. كيما راكم تشوفوا نخلط، ندخل هذاك البيض كامل، نزيد ندير رشه خفيفه نتاع الفرماج مبشور كيما شفتوا. ومن بعد نغطيه بالالومنيوم كيما راكم تشوفوا البنات، وندخلوا الفرن يكون مسخن
نخليه يطيب. هنا كي يبدا يطيب معايا نحيلو ديك بابي الومنيوم من فوق ونخليه يطيب معايا شويه من فوق. واللي يحب يحمرو تكون الكراطه تاعو حمراء يشعل عليه الفرن من فوق حتى يحمر. هنايا درت كريم فريش اللي كانت عندي، ودرت جوج مغارف تاع الياورت اللي بقاو لي، ياورت ناتور البنات. ودرت مغرفه تاع الفرماج ايضا. راح نخلط هذو المكونات. راح تجي هذه الحشوه تجي بزاف هايله، تجي مشمخه شويه، تجي معلكه باسكو راح ندير لها الفرماج تجي تكسرك، تجي واش نقول لكم البنات بنينه بنينه مع لي فولونفون كيما تعرفوا عجينه مورقه كيف ديروها، يعني تجي بزاف بنينه تاكلوا ما تشبعوش بها. هنا ندير شويه رشه ملح فلفل اسود، ما نكثروش الملح بس كيما تعرفوا الفرماج مالح، الاجبان كيما تعرفوا مالحين. هنا ندير شويه تاع فرماج كيما راكم تشوفوا ونخلط. راح يذوب هذا الفرماج يذوب معايا ونخليه يبرد من جهه من جهه. ونروح شكون راني جبت العجينه تاعي من المجمد، خليتها تذوب معايا. ما بيد نكمل الحشوات هذو تكون ذابت معايا، مش حطولها واحد الساعه هكاك تكون واجده معاكم، يعني تشد كيما راكم تشوفوا البنات. هاني نحيت لها البابي فيلم ونمسح الطاوله من كش ما تكون فيها قطره تاع ماء. راح نرش طاوله العمل بالفارينه وراح نفتحها. هذه كميه عطاتني كميه لاباس بها البنات، درت بها لو فولوفون. وهذيك اللي بقات لي باسكي ما تقدروش كذيك اللي تبقى لكم تعاودوا ديروا بها فولوفون، مش حتى تطلع معاكم، مش حتى دير طبقات هكذاك. درت بها ميني بيتزا. وكانت عندي ايضا لاصوص تاع البيتزا جبتها من المجمد. كما تعرفوا البنات يعني مليح واحد يخدم هكا حوايج مسبق ويوجد، يعني ينقصوا عليه كيما هكا العجينه مورقه حبيت نخدمها جبتها لقيتها واجده. تلقاوها البنات كي الحسنه. شوفوا يعني السمك تاعها. انا جبت هذو ليمون، الليمون اللي تحبوا كاري، تحبوا مربع، تحبوا مستطيل، فولافو كيما تحبوا ديروهم. لازم يكون عندك مول صغير ومول كبير هكذا باش دير جوج طبقات. درت هذو الدوائر كيما راكم تشوفوا كيفاش يجيو طالعين معايا لي فولافو، جاو بزاف هايلين البنات. انا نكمل الكميه هذه اللي عندي كامل كيما راكم تشوفوا. درت اشكال مختلفه هكا، نوعت باش كي نحطهم في طبق التقديم تكون اشكال مختلفه راح يجيوكم باهيين البنات. يعني نتوما المول اللي عندكم تقدروا تستخدموا به، ما تقيدوش نفس الشيء كيما راكم تشوفوا. يعني جاتني يعني درتها في ما نص ساعه كنت وجدت لي فولونفو تاعي فتحتهم. هنايا اللي تحب تحطها في المجمد انا خير شتو طلعوا معايا وجاو ديريكتومون فتحتهم مباشره. درتهم في الفور. كاينين اللي يحبوا يقول لك ديريهم في المجمد باش يطلعوا لك وما ما يجيوش هابطين هكا. تقدروا ديروهم البنات اللي عندكم الوقت ديروهم حوالي ربع ساعه هكاك في المجمد ولا في الثلاجه يشدوا رواحهم في يبردوا مليح وتخدموا بهم. كملت الكميه كامل اللي عندي. ومن بعد ايضا هذو الدوائر ثاني زيد نثقب وحده فيهم حتى نديرها كيما كنت باش تجي وحده فوق وحده يجوني لي فولوفو طالعين. شفتوا كيفاش العجينه اللي تبقى لي ما نعجنوهاش، لموها فقط. شوفوا كيفاش لموها فقط وبعد نفتحوها نحطوها بجهه ترتاح. ما بيد نكملوا نديروا لصق حبيبه فوق حبيبه. هنا عندي بياض البيض وعندي صفار البيض. البياض راح نلصق به والصفار راح نديروه من فوق باش تعطيني ديك التحميره. هنا الفور تاعي البنات انا الفور تاعي يشعل غير من تحت ما يشعلش من فوق. وما فيهش فونتيلي. تقدروا عندكم فونتيلي وتشعلوها توزع الحراره كامل باش تحمر اللي يحبوا احمر كامل. وايضا تقدروا تشعلوه من فوق باش يحمر مليح. تشوفوا كيفاش انا يخرج معايا مليح، يعني توزعت الحراره تاع
تاع الفور توزعت فقط، وكان ماهوش قوي بزاف. البنات قبل ما طيبوهم لازم تثقبوهم بالشرفيطه كيما راكم تشوفوا هكا كيما راكم تشاهدوا. راح نزيد ندير صفار البيض، صفار وحده ما تضيفوا له والو، ما تكثروش، ما تسيحوش على الاطراف باش هذاك التوريق ما يروحش، باش تطلع معاكم يكون فهمتوني البنات. لو كان تسيحوا البيض على الجوانب راح هذاك التوريق راح يروح البنات. هذو راح نديرهم ميني بيتزا كما راكم تشوفوا. مام العجينه اللي بقات معايا درتها كامل ميني بيتزا. هذو اللي بقاو معايا تقدروا ديروهم البنات، درت لهم كما شفتوا صفار تاع البيض وحطيتهم. تقدروا تحطوهم تعسلوهم، ديروا لهم مكسرات، راح يجيو بزاف البنات، يجيو مقرمشين هكاك ومعسلين. راح ندير كل مره ندير معكم وصفه تاع العجينه المورقه اللي وجدتها معكم. ندير معكم ايضا حبيت ندير معكم حلو مالح. كما تعرفوا العجينه مورقه تخدموا بها حاجه حلوه ولا مالحه راح تجي. وشتو الكميه اللي جاتني كميه لاباس بها تاع لي فولوفون. ودوكا نزيد ندير ميني بيتزا بهذه العجينه اللي بقات لي. تحبوا ديروا حبات صغار تحبوا كبار، انا درت صغار هكا، هذو فقط درتهم صغار. كاينين اللي يحبوا يكبروهم البنات، يعني حاجه هكا. نزيد نعاود نطبقها ونحطها بجيه. راح ندير هذو بالفرشات كيما راكم تشوفوا نثقبهم، وندير لاصوص تاع الطوماط. لاصوص طوماط كيما وجدتها معكم من قبل، جبدتها فقط، جبدت عجينه مورقه، جبدت لاصوص طوماط، وبديت نخدم في الفولونفون تاعي ولا ميني بيتزا، ولا تخدموا بهم لي كوكا، يعني واش تحبوا تخدموا بهم يخرجوا لكم. كل مره ان شاء الله ندير لكم حشوه جديده. انا درت الحشوه هذه جاتني بزاف هايله وبنينه، وجات زاكيه كما شفتوا، جات ما شاء الله جات زاكيه. هنا دخلتهم الفرن وحطيت البيتزا هذيك الطيب، ميني بيتزا عفوا. هذه هي الفولوفون تاعي، شفتوا كيفاش جات طالعه معايا. انا كنت مسرعه شويه الفيديو باسكو جا طويل، كنت نخدم بالعقل. انا شفتوا الحشوه تاعي كيفاش جات واش نقول لكم معلكه، جات بنينه بنينه بنينه، ما تشبعوش بها البنات. كي شفتوا كميه كانت قليله ودرت بها زوج وصفات. هنايا هذوك درت فيهم لاصوص تاع الطوماط، درت فيهم شويه تاع الطون، بعد نحيت وحده درت فيها الطون، بعد درت هذه الحشوه نتاع الدجاج، ومن بعد زدت درت الفرماج والزيتون. جات واحد البنه واش نقول لكم البنات. هنا نقول لكم البنات ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها البنات. نتمنى كل واحد تعجبوا الفيديو هذه، ما تنسونيش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق باش نشوف ارائكم. هكذا راح نزيد نكمل هذيك الكميه اللي بقات كامل، ما نخليهاش. تقدروا ديروا طبقه تاع الحشوه، طبقه تاع الطون، يعني اختيار ليكم. نكمل نزينها بالفرماج كما راكم تشوفوا ونحطها مباشره. هنا كان الاذان ذن عليا وراه عليا الحال، كنت غير نحط فقط، كنت نغاول ما درتش في الطبق التقديم، ما زينتهمش مليح، كنت غير نحط كما راكم تشوفوا نغاول باش شفتوا انا وريت لكم. هذه لي فولونفون تاعي كيفاه جاوني بزاف هايلين. البنات قربت معاكم تشوفوا. اللي يحبوا محمرين هكذا زيد يشعل عليهم الفور. هذو الميني بيتزا اللي طابوا معايا هنا كانوا في الفور، كان يأذن الاذان، كلاهم بعد الفطور، جاو بزاف هايلين يذوبوا في الفم، جاو بزاف بنات. نتمنى انك تجربوا الوصفه هذه، يعني كما شفتوا في وقفه درتها. مام الكغاته هذه جات بنينه بنينه بنينه، واش نقول لكم البنات. شوفوا كيفاش جا بالفرماج اللون تاعو. هنا نقول لكم البنات مع الف سلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات لاحقه. ما تنساونيش البنات بالجام.